شكرا قطر، شكرا أمير دولة قطر، شكرا شعب قطر الشقيق على هذا الاغتيال الرائع والتنظيم الرائع وتوفير كل سبل الأمان والراحة للجمهور في العالم كله. الرياضة أخلاق، الرياضة أدب، الرياضة مبادئ، الرياضة مواقف وشجاعة قائد أيا كانت جنسية الضيف طالما تخطى حدوده واستهان بالمضيف. فشكرا قدر، شكرا لأشياء كثيرة، وأولها التصدي لمن يدعون للرذيلة. وتحية للجوهرة السوداء بيليه إمبراطور الكرة ونجم البرازيل، ووداعا ألمانيا وخروج مبكر من كأس العالم، وداعا وبلا عودة. كمموا أفواهكم إلى الأبد. شكرا قطر، شكرا على ما قدمتوه تجاه الكرة، شكرا على تلك الدروس المستفادة والتي يجب على الجميع أن يستفيد منها، وأولها هذا الدرس الذي لقنتموه للألمان، هذا الدرس القاسي الذي لن ينسوه أبدا. كأس العالم في قطر إنجاز تاريخي بفضل إعلام قطر ولاعبين قطر والجماهير المحترمة من كل أنحاء العالم اللي شرفت قطر، والمنتخبات العربية اللي أخذت الثقة لوجودها في قطر، والجمهور اللي استمتع في قطر. الجمهور اللي استمتع مش بس كده، ده مجهود بذل من قبل الحكومة القطرية والإعلام القطري وسمو أمير قطر، وما بذل من مجهود إنشاء ملاعب ضخمة، 8 ملاعب ضخمة ستتفكك بعد أو عقب انتهاء مباريات كأس العالم. جزء كبير منها يروح طبعا للدول النامية، وجزء كبير هيدخل في البنية التحتية في قطر، وبعضها سيستخدم في بناء المستشفيات والمدارس الحكومية، وملاعب ستترك للملاعب الرياضية في الجامعات الموجودة في قطر، وتقريبا ملعبين ستخفض السعة، يعني هتتزال المقاعد والسعة سعة اللي هي المحددة للاستاد، وهيكون من نصيب الوكرة والريال القطري تقريبا لتقام عليها التدريبات والماتشات الخاصة بهم. وده طبعا بسبب ضيق المساحة، لأن احنا عارفين مساحة قطر ليست بكبيرة، ولكن دولة عظيمة بكل المقاييس بأبنائها في الماضي وأبنائها في الحاضر. فتحية من القلب إلى بلدنا الحبيبة قطر. أخوكم بدر عشري، قناة هواية وفن وابتكار، والسلام عليكم.